اوعى تلغي بلكونة وتضمها لغرفة نوم أو صالة أو مطبخ من غير ما ترجع لمهندس إنشائي. أحد العملاء كلمني سألني إذا كان ينفع يلغي البلكونة بتاعت غرفة النوم ويضمها للبلكونة ويبني مكان البلكونة برج، يعني حيطة فيها شباك أو لأ. واللي شجعه إنه يعمل كده إنه جاره في نفس العمارة في الدور اللي فوقيه على طول لغى نفس البلكونة وضمها لغرفة النوم. وكان رد عليه إن علشان أحدد إذا كان ينفع أو لأ لازم أعمل معاينة للعمارة على الطبيعة. وفي المعاينة عرفت إن العمارة قديمة عمرها أكتر من 60 سنة ومبنية بنظام المباني الحاملة، يعني مفيهاش أي أعمدة نهائي. وبالنسبة لجاره اللي فوقه اللي لغى البلكونة وضمها لغرفة النوم، فلقيت إن حصل عنده تريح في خرسانة سقف البلكونة بسبب إنه لغى البلكونة وضمها لغرفة النوم وبنى مكان سور البلكونة حيطة كبيرة فيها شباك. وبسبب تريح خرسانة سقف البلكونة ظهر شرخ كبير في الفاصل بين خرسانة سقف البلكونة من فوق وبين الطوب اللي فوقيه. وبالنسبة للبلكونة اللي في الدور الأول اللي العميل عايز يلغيها ويضمها لغرفة النوم، لقيت فيها مشكلة كبيرة جدا ومحتاجة يتعمل لها ترميم أو تدعيم. والمشكلة دي هي إن حديد التسليح بتاع سقف البلكونة في نسبة كبيرة جدا من الصدى سببت شروخ كتيرة في خرسانة سقف البلكونة من تحت. والكفر الخرساني تحت حديد التسليح اللي هي طبقة الخرسانة اللي بتكون تحت حديد التسليح في السقف بدأت إن هي تقع. وبعد المعاينة بدل ما العميل كان عايز يلغي البلكونة ويعملها برج، أصبحنا محتاجين إن احنا لازم نرمم أو ندعم البلكونة علشان ما تقعش على حد. فلو حضرتك عندك بلكونة وعايز تلغيها فلازم ترجع للمهندس المصمم الإنشائي للسقف أو تجيب مهندس إنشائي يبص على السقف قبل ما تبدأ تقرر إنك تلغي البلكونة وتعمل مكانها برج أو حيطة فيها شباك.